مهندسي كمبس وي جي لا دال عادي جزيري جي نادال عندك مشاكل تاع ريمترو عندي مشاكل تاع باي بال. الناس الكل عنا مشاكل متاع باي بال. الفريلانسرز اللي كيف يلقاو دي زوبورتونيتي لبرا ما ينجموش يخلصوا على الباي بال. لي زونتربرونور ولي كوميرسون اللي ما ينجموش يبيعوا سلعتهم لبرا، والا اي مواطن ولا مواطنه يحب يشري حاجه من سيت فيه بايمون بالباي بال وما ينجمش. مشكلة الباي بال ودخوله لتونس من الثورة لليوم واحنا نسمعوا عليها. وصلوا تعملوا دي موفمون على ريزو سوسيو كيما هاشتاج سايب الباي بال، كثروا لي ديبا في لي بلاتو، واشاك فوا يخرج خبر في ارتيكل ولا في الراديو يقول الباي بال باش يدخل لتونس على قريب، وفي الاخر شيء. وقعد السؤال اللي يتعاود، زعما علاش ما عندناش باي بال في تونس؟ باش نجاوبوا على سؤالنا لازم الساعه نعرفوا شنو هو الباي بال، كومون سا فونكسيون، وشنو هي حكايته من الاخر. كيما الواحد يبدا عنده بورتفوي يحط فيه فلوسه ولي كارت بانكير نتاعو، وكي يجي باش يخلص حاجه يجبد الفلوس من السطوش هذاك ما غير بيان سور ما يعطي لي دوني بانكير نتاعو. باي بال يستعمل بريسك نفس البرانسيب. دايوغ يقولوا له اي والت بالعربي محفظه الكترونيه. باي بال هو سيستم نتاع بايمون اون ليني جلوبال يخليك تبعث وتستقبل فلوس زاده من برا. تدخل تعمل كونت، تربط لي كارت بانكير نتاعك، وبعد كيف تصير اي ترانزاكسيون اترافير باي بال ما تستحقش تبارتاجي لي دوني بانكير نتاعك مع اللي باش تبعث له ولا يبعث لك فلوس. الشيء اللي يخلي باي بال اون انترميديير سيكوريزي وسهله. اي كي الحكايه جو وفيها دي افونتاج لي زوتيليزاتور وسيكوريزي، تحل برشا بيبان ودي زوبورتونيتي لي جون في تونس. شنو اللي يخلي باي بال ما يدخلش لبلادنا؟ الجواب المتداول للسؤال هذا واللي لا ماجوريتي سمعناه قبل هو خاطر اقتصادنا ضعيف والدينار قيمته طايحه، وباي بال مش باش يعاون، بالعكس باش يزيد يطيح في الايكونومي. مي الاجابه هذه سوبرفيسيال، يعني سطحيه شويه ومش اكسبليكاتيف برشا. تبعني باش نحاولوا نفهموا اكثر لي ديتاي نتاع الاسباب اللي خلاونا اليوم ما عندناش باي بال في تونس. البلوكاج ولا المشكله لهنا مش مشكله باي بال، والا اي سوليوشن ايكيفالونت ليه تعطي نفس السيرفيس. المشكله مشكله سيستم وايكونومي. كلنا كيما السبوعي باش نفرحوا مش نورمال كان نهار باش نخلصوا باليورو، اما بوتيتر مش الكل نعرفوا اللي في تونس وحسب لي ريغلومونطاسيون دو شانج ولا قانون الصرف ممنوع علينا ان نملكوا عمله صعب الدوفيز، ولنا يبدا البلوكاج. اي واحد ولا واحده فوقه فلوس بالدوفيز لازم يمشي على البلاصه يحولهم دينارات، وحتى كان يجيك فيغمون من برا على الكونت بانكير نتاعك مش باش تستقبل اوروات، باش تلقاهم اوتوماتيكمون دينارات توانسه. اما مش هكاك من غير سبب، فما علاش في تونس اي اورو ولا دولار يدخل ولا يخرج راهو على عينين البنك سنترال، هي اللي عندها كنترول على ستوك نتاع الدوفيز في تونس، وقانون الصرف هو اللي يعطيها الشرعيه هذه وينظم الامور الكل. حسب القانون هذا المواطنين والشركات ما عندهمش الحق يتصرفوا في العمله الصعبه بكل حريه. اي واحد عنده فلوس ولا شيكات بالعمله الاجنبيه لازم يقوم بايداعهم عند بنك مرخص ويتعداو بيان سور للبنك سنترال كما يقول الارتيكل 6 من قانون الصرف. نفس الشيء يصير كيف تجي تخلص برودوي ولا سيرفيس من برا، لازم تتعدى على البنك سنترال وهي اللي تقرر قديه وكيفاه باش تخرج العمله الصعبه. وحتى الحسابات بالعمله الصعبه ما تتحلش وما تتحركش كان بالشروط وبالاذن نتاعها. البنك المركزي زاده هو اللي يدخل في السوق بين البنوك يشري ويبيع الدوفيز مقابل الدينار، وهو اللي يحدد قيمه الدينار ويعمل ريغولاسيون نتاعها، على عكس البلدان اللي فيها ايشانج ليبر وسوق حر ودوموند بين الشركات والبنوك هي اللي تحدد قيمه العمله نتاعها. السؤال لنا علاش بلادنا مسكره اسو بوان حكايه ليشانج ليبر وقاعده تكونترولي مش نورمال في الدوفيز؟ لنا نحكيو على اقتصاد كامل نتاع البلاد واللي نجموا نقولوا عليه فراجيل. تونس تستورد حاجات من برا اكثر من اللي تصدر. استحقوا ان نجيبوا مواد اوليه كيما المحروقات ونجيبوا زاده في مواد مصنعه ومواد فلاحيه. بالاخر نستوردوا في برشا حاجات لازميننا وساعات حتى مش لازميننا. بالمقابل تصديرنا يقتصر على حاجات كيما زيت الزيتونه، الدقله، شويه تكستيل، ونزيدوش ندخلوا شويه دوفيز من السياحه ساعات. يعني نلقاو رواحنا قدام دو سيتواسيون. الاولى هو انه لازم يكون عندنا دوفيز باش نجموا نستوردوا الحاجات اللي مستحقينهم واللي جينيرالمون يجيونا من لونيون اوروبيين ونخلصوهم اوروات. والثانيه هو انه ما عندناش حاجه نصدروا فيها عليها دوموند كبيره من برا، وتخلي البلدان الاخرين يعطيو قيمه للدينار ويستوكيوه باش ينجموا يشريوا هالبرودوي نتاعنا مثلا. يعني بالاخر السيطره على العمله الصعبه هي استراتيجيه الدوله الوحيده بور لو مومون اللي تضمن انها تنجم تخلص الحاجات اللي لازمين للعيش اليومي
اليومي متاع التوانسة. وفي صورة ما تحرت العملة الصعبة في تونس، الدولة تنجم تدخل في ريسك كبير إنه دوموند على الدوفيز اللي عندها باش تفوت برشا الدوفيز اللي قاعد يتزادلها، وهكاكا الدينار قيمته تطيح أكثر ونوليو نخلصوا أكثر برشا على الحاجات اللي نستوردوا. القدرة الشرائية متاع المواطنين باش تتراجع، باش تزيد الانفلاسيون والأسوام باش تعاود تطلع. دونك وقت اللي نقولوا علاش الباي بال ما يخدمش في تونس، لازم نفهموا اللي المشكله مش في الباي بال. اي سيرفيس يشبه له راه باش يلقى نفس المشكل، خاطر العائق لهنا هو نظام الصرف والاقتصاد ككل. باي بال باش يخدم لازم فما حريه كيف نربطوا لي كونت بانكير ولي ترانزاكسيون اللي يصيروا، دخل الفلوس اللي تحب وتخلص اللي تحب. بويسكو هذا الكل مش متوفر مالوغوزمون ما نجموش نحكيو على باي بال. موضوع الباي بال ما كانش غايب على المسؤولين، وباش ما نظلموا حتى حد، كانوا فما محاولات فيما يتعلق بالباي بال في تونس. عام 2017 صاروا دي نيغوسياسيون بين وزارة تكنولوجية الاتصال ودي ريسبونسابل من الباي بال باش يلقاو حل كيفاش يدخل الباي بال لتونس. حتى من البنك سنترال وقتها بعثت مراسلة للباي بال تقول لهم بربي سيسوا علينا واقراوا حساب اقتصادنا، خلينا نلقاو حل. حطوا دي كونديسيون وتناقشوا، اما في الاخر للاسف ما تفهموش، والمفاوضات هذه ما وصلتش لاناكور بين باي بال وتونس. في 2023 عاودت ضربت حكايه الباي بال، رجعت الناس الكل تحكي عليها، سورتو كو وقتها انتشروا دي زارتيكل ودي بوست على السوشيال ميديا يقولوا اللي سي بون الباي بال باش يتلمص في تونس واللي قاعدين توا يتسيو فيه. اوغ كو في الحقيقه صحيح صار تيست تكنيك مع الاس تي بي وتونيجين فورين بانك تي اف بي، جربوا فيه باي بال ودي سيرفيس اخرين كيما سترايب جوست باش يتستيو الانفراستركتور ديجيتال نتاعهم كيما نقولوا اسكو قادرين على انهم يجيريو دي سيرفيس كيما باي بال وغيرهم، لا اكثر ولا أقل. وفي مارس 2024 مجلس الوزراء صادق على مشروع مجلة صرف جديدة، مشروع تقدم كإصلاح كبير البوت نتاعو تحرير المعاملات المالية بشوي بشوي وتسهيل لي بروسيدور للمواطنين والشركات. النقاش موقفش لنا في فيفري وفي مارس 2025 الموضوع تطرح في البرلمان في إطار مراجعة قانون الصرف، وصاروا برشا ملاحظات على كيفية القانون القديم ما يتمشيش مع ليفوليوشن تاع الاي كوميرس في العالم ومع لي بوزوان تاع لي جون في تونس، الفريلانسرز، لي ستارت ابور اكسيتيرا. وتقدم مشروع قانون جديد ينظم التجارة الإلكترونية ويحاول يخلق ان كادر بلو كلير للبيع والشراء على الانترنت. بالاخر الواقع اليوم يوري اللي مازلنا في تونس واحلين بين دي ريغلومونتاسيون من عام 76 ومحاولات ومشاريع قوانين جديدة، اما كونكريتمون مازال ما فما حتى شيء. ان كونتر بارتي نجموا نشوفوا مثلا في بلدان اخرى قريبه لنا كيما المغرب حلول تنجم تكون قريبه لنا زاد، وين الباي بال يخدم جو به مالغري اللي باب الحريه في التصرف في العمله الصعبه مش محلوله 100%. عملوا دي بارتناريا مع مؤسسه محليه اسمها كاش بلوس تحت اشراف البنك المركزي نتاعهم، يصير لي ترانزاكسيون في الباي بال اما الفلوس تتحول من الديفيز للدرهم المغربي ديجيتالمون اترافير لابليكاسيون كاش بلوس، وين ديما فما ريغولاسيون وفما حتى دي فري يتقصوا على كل ترانزاكسيون. باهي اجا نلخصوا توا الهدره الكل. باي بال ماهوش جوست ابليكاسيون ما تخدمش في تونس، خاطر فما برشا دي ابليكاسيون ايكيفالونت ليه ويعطيو نفس السيرفيس، اي بورتون مانيش قاعدين نسمعوا عليهم. باي بال ولا يمثل بالنسبه للتوانسه سامبول لليفوليوشن نتاع الفاينتيك في تونس، ونجموا نقولوا اللي يمثل زاده مرايه تعكس مشاكل الاقتصاد اللي موجوده في بلادنا كيما القوانين اللي عندها سنين، التسكير على الدوفيز ولا نيغوسياسيون ومشاريع القوانين اللي توا نسمعوا عليها اما ما فما حتى شيء كونكري. الحل لنا مش باش يصير باجيت ماجيك ونوليو من غدوه نجموا نستعملوا باي بال ولا اي سيرفيس كيفه، اما الحل يبدا كيف تتخذ قرارات اقتصاديه وتشريعيه واضحه وباصلاحات جذريه لاقتصاد بلادنا بشويه بشويه. جاوبنا على سؤال الباي بال في تونس. توا حبك انت تجاوبني على سؤال كان وصلت لاخر الفيديو، ايش رايك في الموضوع؟ حسب رايك لازم ناخذوا شويه ريسك ونحرروا التعاملات بالدوفيز في تونس ولا نكملوا في نفس السياسه اللي تستعمل فيها الدوله باش تحمي الدينار التونسي؟ خلينا رايك في كومنتير.